النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيحصل لتقريبا كل السيدات الحوامل، وهو او الحموضه اللي بتحصل في الحمل. انا عاده بحب ان احنا نجرب الطرق الطبيعيه الاول قبل ما نلجأ للادويه. فعشان نعرف ازاي نعالج موضوع الحموضه ده بطرق طبيعيه، خلينا نشوف خطوه خطوه. اول حاجه ايه اللي ممكن ناكله؟ عندنا اول حاجه البروتينز زي الفراخ المشويه، زي السمك. الحاجات دي بتقلل شويه من حدوث الحموضه. الخضروات اللي ما فيهاش حمض جامد زي البصل وزي الثوم وزي الطماطم، الحاجات دي لما بنتجنبها برضو بنقلل الحموضه بطرق طبيعيه. نيجي على الفاكهه برضو اللي مش حمضيه، برضو بتساعد انه الحموضه دي ما تحصلش. فاكهه غير حمضيه زي ايه؟ زي التفاح، زي الموز، زي البطيخ. الحاجات دي كلها ما فيهاش احماض. في حاجات تانية زي الكاربز، الكومبلكس كاربز اللي هي زي الاوتس، زي العيش السن او العيش البني. الحاجات دي كلها بتقلل شوية من الحموضة وبتمتص حموضة المعدة. في زي ما بنقول healthy fats او الدهون المفيدة، زي الافوكادو، زي الرو ناتس، زي الزيتون، زي زيت الزيتون. الحاجات دي كلها مفيدة ان هي تقلل شوية من حدوث الحموضة. الحاجة التانية، هناكل وجبات صغيرة بس كتير. يعني بدل ما بناكل وجبة واحدة كبيرة 3 مرات في اليوم، هنقسم الوجبة بتاعتنا بحيث ان احنا ناكلها كذا مرة في اليوم، فما تثيرش حموضة المعدة. هناكل بشويش عشان الوجبة الصغيرة تحسسنا بالشبع، فهناكل بشويش ونمضغ الأكل كويس جدا. هنتجنب الأكل قرب ساعات النوم، يعني ساعتين 3 قبل ميعاد النوم مش هناكل حاجة خالص، بحيث انه المعدة تبقى فضيت خالص على وقت النوم، فما نحسش بالارتجاع او بالهارت بيرن دوت. هنشرب سوائل كتير بين الوجبات، بحيث ان احنا نحافظ على الهيدريشن بتاعتنا ونقلل من حدوث الحموضة. في حاجات تانية ممكن نحاول نخلي بالنا منها، انه لو بيحصل لنا حموضة، ان احنا دايما بعد الاكل ما ننامش او ما نتفردش على الكنبة مثلا. نفضل قاعدين upright بحيث انه ما يحصلش ارتجاع للاكل في المريء. لو بنحس بحموضة واحنا نايمين، ممكن ننام على مخدات عالية شوية، فما نبقاش في وضع فلات يخلي الحمض يرجع من المعدة على المريء. برضو دايما واحنا قاعدين نبقى قاعدين مفرودين، بلاش النومة او القعدة المايلة قوي لورا دي. لو برضو مع الحموضة اللي بتيجي كتير، في بعض المأكولات اللي ممكن تريح الحموضة دي، زي اللوز الني اللي مش متحمص ومش مملح. اللوز ده بيمتص الحموضة وبيريحنا كتير جدا. الجينجر او الزنجبيل، لما بناكله او بنشربه ده بيساعد على الهضم وبيهدي جدا من حموضة المعدة. الاوت ميل لما بناكله الصبح على الفطار او على العشاء، لو احنا متعودين نفطر بيه او نتعشى بيه، الاوت ميل برضو بيريح جدا المعدة، لانه بيمتص كل الحمض اللي في المعدة، فبالتالي بيقلل من الارتجاع اللي ممكن يحصل لنا. الكامومي ده لو بنشربه بانتظام برضو بيريح المعدة جدا وبيقلل من الحموضة اللي ممكن تحصل بسبب طبعا الاسترس بتاع الحمل. طبعا في حاجات برضو لازم نخلي بالنا منها، دي حاجات بتتريجر الحموضة بشكل قوي جدا، زي الاكل السبايسي اللي فيه توابل كتير قوي، او الاكل الحادق والشطة، ودي حاجة طبعا كتير قوي من الحوامل بيحبوا ياكلوها. الاكل زي زي الفاكهة الحمضية زي البرتقال والاستفندي والليمون. برضو نفس الحكاية، العصائر بالذات العصائر الحمضية بتزود جدا الحموضة في المعدة. الأكل المقلي أو الأكل اللي بيحتوي على دهون كتير، الحاجات دي بتثير المعدة برضو وبتزود من إفراز الحمض فيها. الشوكولات الكتير برضو بتعمل كده. الكافيين، لو احنا بنشرب قهوة أو شاي أكتر من مرة أو مرتين في اليوم، في وجود حموضة أو التهاب معدة، الموضوع ده بيزيد جدا. المشروبات اللي فيها صودا بتريح في الأول إحساس الحموضة، لكن بعد كده بتعمل ديستنشن في المعدة، وده بيثير إفراز الحمض. الحاجات اللي فيها حمض عالي زي البصل وزي الثوم دي بتزود جدا من الحموضة. النعناع برضو من الحاجات اللي بتزود الحموضة. فبيفضل طبعا ان احنا نتجنب الحلول دي. واحنا عملنا كل الخطوات اللي انت قلت عليها دي يا دكتور، ومع ذلك لسه الحموضة موجودة ما بتروحش، ده بيبقى معناه انه في الاغلب حصل التهاب شديد شوية في جدار المعدة، وبالتالي الطرق الطبيعية مش قادرة تعالج الموضوع. ساعتها بنضطر نلجأ للطبيب، وبنضطر بقى ان احنا ناخد ادوية
يا اما ادويه تقلل شويه من حده الحموضه، يا اما ادويه تعالج التهاب المعده لو كان حصل. ارجو منكم ان انتوا تبقوا استفدتوا من الكلام اللي احنا قلناه. لو عندكم اي استفسارات من فضلكم ابعتوا لنا دي او زورونا في العياده عشان تعرفوا كل التفاصيل.